طبعا إلا يكون الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الحكم المدني هذا حكم باجتهادات بشر، والبشر يصيبون ويخطئون. أما الحكم على المنهاج الكتاب والسنة هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. إمام وخطيب اعتلى المنبر في ذلك اليوم المشؤوم على الموصليين، محاولا تضليلهم والتهدئة من غضبهم بعد تفجير داعش الإجرامي لجامع النبي يونس. يعرفه كل أهالي الموصل باسمه الصريح وكنيته وفتاويه المتشددة. عمل مفتيا وقاضيا في تنظيم داعش الإجرامي، مقربا من الإرهابيين أبو أيوب العطار ونظام الدين. طالبه الذي تتلمذ على يده كان أحد الحراس الخاصين بالهالك البغدادي، بينما تسلم أحد مدرسي مدرسته الدينية منصب ما يسمى بقاضي الدم في نينوى. قتل أحد أبنائه فيما اعتقل الآخر على يد القوات الأمنية خلال معارك تحرير الموصل. بزغ نجمه إعلاميا داخل تنظيم داعش الإجرامي بعد 10 من حزيران 2014، حين هلهل من على منبر جامع المازن بقدوم التنظيم وأسماه يوم الفتح المبين. لم يكن تطرفه واعتناقه الفكر التكفيري وليد اللحظة، فهو من المنخرطين بالجماعات الراديكالية منذ تسعينات القرن الماضي، قبل أن يعتقل عام 1990 في الموصل بتهمة الانتماء للجماعات المتشددة. قبلها غادر العراق عام 1980 لدراسة الشريعة الإسلامية في إحدى دول الجوار، ليعود عام 1997. في تلك الفترة رفض ديوان الأوقاف تعيينه كإمام وخطيب لوجود شبهات حول ارتباطه بالجماعات المتشددة. كان جزءا أساسيا من التنظيمات الإرهابية ما بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فكان شرعيا لتنظيمات عديدة بدءا من القاعدة وانتهاء بداعش، مستغلا صفته كإمام وخطيب لأحد جوامع الموصل لجمع الأموال من خارج العراق لدعم تلك التنظيمات، فيما كانت مدرسته الدينية غطاء ومنجما لتدريس الفكر التكفيري للفتيان. واليوم من داخل التوقيف يتحدث عن تاريخه الأسود في اعتناق الفكر التكفيري، وكيف تدرج بالمناصب داخل تلك التنظيمات، والفتاوى التي كان يصدرها، وما هي الأحكام الشرعية التي يسوقها التنظيم لتبرير أفعاله وفق مفهومه. فيما سيرد في حلقة اليوم الإرهابي حسام ناجي المكنى بالشيخ حسام على تلك التبريرات، سيما وأنه كان مفتيا لداعش الإجرامي قبل وقوعه في قبضة القانون أواخر عام 2014. إلى ذلك نسترعي الانتباه. الإرهابي شفاء علي بشير محمد جرجس تولد الموصل عام 1962. عمل داخل الجماعات الإرهابية منذ عام 2003. جدد بيعته للهالك البغدادي عام 2014. عرف بكنيته شفاء النعمة. عمل مفتيا وقاضيا داخل داعش الإجرامي. ألقي القبض عليه عام 2020. اسمك وعنوانك؟
شفاء علي بشير محمد جرجيس. الزهور. تولدك 62. أي تنظيم انتميت؟ انتميت لتنظيم الدولة بعد ما دخل الموصل. منصبك داخل هذا التنظيم؟ كنت مدرس بالمساجد وقاضي. تاريخ الانتماء والبيعة؟ 2014. تاريخ إلقاء القبض عليك؟ 2020. ينتمي الإرهابي المكنى شفاء النعمة لعائلة دينية معروفة داخل مدينة الموصل، والتي شذ عنها بتطرفه وتشدده. فرحلته مع العلوم الشرعية بدأت منذ عام 1980 حين أنهى دراسته الثانوية في المدينة، متوجها بعدها لإحدى دول الجوار لدراسة العلوم الشرعية بشكل أكاديمي. لم يعد للعراق بعدها، حيث توجه لسلك التدريس في إحدى الدول العربية، والتي غادرها عام 1997 عائدا منها إلى العراق. وفي تلك الفترة اصطبغ الإرهابي شفاء النعمة بصبغة التشدد، وعرفه علماء الموصل بتلك الصفة، حينها رفض ديوان الأوقاف الدينية تعيينه بصفة إمام وخطيب. وفي عام 1999 ألقي القبض عليه من قبل جهاز أمن النظام السابق بعد نشاط المجموعات الدينية المتشددة، سيما من العائدين من خارج العراق. أنا طفل صغير يعجبني أكون عالم، إمام وخطيب، يعني خطيب. فلما خلصت الثانوية رحت درست بإحدى الدول العربية، درست الشريعة، وتخرجت ورحت مدرس تربية إسلامية في إحدى الدول العربية الأخرى. سنة 97 رجعت للعراق، بقيت قدمت للأوقاف، ما قبلوا أوراقي أتعين بالأوقاف، إلى سنة 99 ألقي القبض عليه من قبل الأمن بتهمة يعني جماعات منافية للدولة. بقيت 4 أشهر ونص، بعدين أطلق سراحي. في 9 من نيسان عام 2003 انهار النظام السابق بمؤسساته الأمنية بعد دخول القوات الأمريكية للعراق. خلفت تلك العملية فراغا أمنيا كبيرا استغلته الجماعات المتطرفة لتشكيل جماعات مسلحة إرهابية عديدة، كان أولها كتائب الرايات السود، ثم جماعة التوحيد والجهاد، فالقاعدة في بلاد الرافدين بقيادة الإرهاب المكنى أبو مصعب الزرقاوي أحمد الخلايلة، ثم مجلس شورى المجاهدين، وما يسمى بتنظيم أنصار السنة وغيرها من التنظيمات الراديكالية، فيما كان هناك مجامع مسلحة أخرى يشرف عليها بقايا حزب البعث العربي الاشتراكي. في الموصل اتخذت قيادة المجامع الإرهابية المتطرفة المؤسسات الدينية ستارا لها، فشكلت مجموعة من المتطرفين ما يعرف بجمعية أهل الحديث، التي اتخذت حينها من جامع عمر الأسود مقرا لها. كان على رأسهم الإرهاب المكنى شفاء النعمة، بدعم مباشر من الإرهاب المعروف بكنيته الشيخ سعود الذي هلك عام 2009. واتخذ الإرهابي شفاء ومجموعته من تلك الجمعية غطاء لنشاطهم الإرهابي، حيث تخصصت تلك المجموعة بتقديم الفتاوى الشرعية للتنظيمات الإرهابية من جهة، وجمع الأموال من خارج البلاد وداخله بحجة الجهاد ضد الاحتلال الأمريكي من جهة أخرى. وأذكت الجماعات الإرهابية العنف في البلاد، وتركز عملها داخل مدينة الموصل بشكل أساس من خلال استهداف القوات الأمنية والمواطنين على حد سواء عبر عمليات الاغتيالات الممنهجة. فعاثت تلك الجماعات بالمدينة خرابا ودمارا، وكان الإرهابي شفاء النعمة وغيره من المتطرفين يمنحون تلك الجماعات الأذونات الشرعية وفق أهوائهم عبر لي النصوص وتفسيرها على أهوائهم، وإخراج الناس من الملة تحت ذريعة الردة وتكفير الآخر، ثم تبرير القتل واستباحة الدماء. وقمنا بتأسيس جمعية علمية اسمها جمعية أهل الحديث. بعد 2003 اجتمعنا في ديوان الوقف السني، حدثت مشاكل المساجد، قمنا بإصلاحها، وصار للعلماء دور كبير خاصة بعد عمليات السلب والنهب اللي حدثت. فصار العلماء مكانه، صار المرجع يجون للعلماء، فمن جملتهم كان الجماعات المسلحة يجون بعض منهم يسألون عن الحلال والحرام اللي فيها.
فكانوا يراجعون بها حتى حدثت إلى 2006 سالت دماء. عام 2007 أسس الإرهابي شفاء النعمة مدرسة دينية بهدف حقن الفكر التكفيري الإرهابي في عقول صغار السن، فضلا عن حلقات التدريس التي يقيمها لبعض الطلبة، ومنهم الإرهابي أوس عادل الذي تبين بعد 10 من حزيران أنه أحد عناصر تنظيم داعش الإجرامي ومقربا من قيادات التنظيم، وبينهم الهالك البغدادي الذي رافقه الإرهابي أوس خلال ظهوره لأول مرة علنا في جامع النور الكبير. وفي تلك الفترة لجأ الإرهابي شفاء النعمة إلى إحدى دول الجوار للقاء أحد العراقيين الذي يحمل جنسية أجنبية والمكنى أبو مصطفى، والذي طلب منه معلومات عن الجماعات المسلحة التي تعمل في العراق وما الذي يمكن أن يقدم له من أموال. وبالفعل حصل الإرهابي شفاء على مبالغ مالية بحجة دعم الجماعات المسلحة وإنشاء مدرسة دينية. رحت للعمرة في شهر رمضان والتقيت بعراقي أبو مصطفى يحمل جنسية أوروبية، وسألني عن الأوضاع الموجودة بالعراق والعمليات اللي تصير ضد القوات الأمريكية، بس مع هذا دعمني بمبلغ من المال. أسست بينه مركز تحفيظ القرآن ودعمت بينه بعض الجماعات الإرهابية في ذلك الوقت. بعدين رجعت، وفي الحج التقيت به مرة أخرى وأخذني إلى أحد العلماء السعوديين، رجل طاعن بالسن، التقيت بينه جلسة بسيطة جدا، بعدين خرجت. قال لي حاجتك، فطلبت منه بعض المال أطبع بينه المصحف الحفاظ، طبعت بينه المصحف الحفاظ وبعض المبلغ أعطيتونه للجماعات. كشفت سيطرة داعش الإجرامي على الموصل بعد عام 2014 عن 3 مدرسين ممن كانوا يدرسون في مدرسته الدينية، حيث تبين أنهم من كبار قيادات التنظيم، فضلا عن طالبه الذي كان يدرس في حلقاته الخاصة. 3 شخصيات حقيقة، واحد اسمه بشار الصميداعي، هذا صار قاضي، وواحد قالوا له أبو رضوان، واحد عبد الله أبو عبد الحميد، هذا 3. أبو رضوان صار رئيس ديوان المساجد، وأبو عبد الحميد صار قاضي الموصل. في 10 من حزيران 2014 اجتاح تنظيم داعش الموصل. في ذلك اليوم رفع الإرهابي شفاء النعمة علم التنظيم على منارة جامع المازن الذي كان مسؤولا عنه، فيما رحب وبايع علنا الهالك البغدادي في أول خطبة له بعد سيطرة التنظيم على الموصل، ودعا في تلك الخطبة أبناء المدينة لتقديم فروض البيعة والطاعة على السمع للتنظيم وزعيمه الهالك. أول سيطرة التنظيم رحبنا به، لأنه كانوا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة الإسلامية. رحبنا بها، شجعنا عليها وعلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله. كان خطبتي اعتبروا يا أولي الأبصار. بعد اجتمع بنا رئيس ديوان المساجد وأخذ من عندنا البيعة، وطلب من عندنا أنه ناخذ البيعة من الناس. لما جت خطبة الجمعة أخذت البيعة من الناس بالخطبة. أثناء الخطبة قلت أنا نيابة عن المصلين نبايع أبو بكر البغدادي، بينت البيعة الشرعية شلون تكون وأحكامها على السمع والطاعة، بينت أحكامها وأخذت البيعة أنا من الناس. بعد فترة اجتمع بينا مسؤول كبير، ما في يقولوا له حجي معتز، وطلب من عندنا البيعة اللي بيها الدخول بالتنظيم بالكامل، وخلوني مدرس في ديوان التعليم. صرت أدرس بالمركز. بعدين استدعوني للقضاء، مارست القضاء فترة في المحكمة الشرعية. 24 من تموز عام 2014 الموافق 26 من رمضان،
كان يوما مشؤوما على الموصل بعد أن صح أبناؤها على وقع تفجير داعش الإجرامي لجامع النبي يونس الذي يعد من أبرز معالم المدينة التاريخية، حيث يعتلي قمة تل التوبة في الجانب الشرقي من المدينة. قبلها فجر التنظيم الإجرامي جامعي النبي جرجيس والنبي شيت ومرقد الشيخ فتحي وغيرها من الأضرحة والمراقد الدينية. وفي ذلك اليوم الحزين تصاعدت حدة غضب الأهالي ووصول المدينة حد الثوران ضد التنظيم الإجرامي، حينها اعتلى الإرهابي شفاء النعمة المنبر ليدعو الناس إلى الهدوء وعدم الاكتراث بتفجير مرقد وجامع النبي يونس، محاولا تضليلهم عبر أكاذيب ساقها عن عدم وجود قبر للنبي يونس هناك. تفجير قبر النبي يونس أنا خطبت بها خطبة وبينت بها أنه لا يوجد قبر للنبي يونس حتى الناس لا يزعلون، وأن النبي يونس تحت تل النبي يونس يوجد قصر عاشوري، وهذا بعد النبي يونس ب300 سنة، فلا يوجد قبر للنبي يونس، وأنه تفجير النبي يونس لا يستحق أن تسفك من وراءه الدماء وتحدث فتنة وبلبلة بين المسلمين. يصر الإرهابي شفاء النعمة على أفكاره المتشددة حتى من داخل توقيفه، فهو يحاول استحضار روايات وأحاديث وتفسيرها حسب أهوائه بهدف تبرير جريمة تنظيم داعش الإجرامي بتفجير المساجد والمراقد. أما تفجير المساجد وهدم المساجد حتى لو كان بها قبر، المسألة خلافية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أنك أهلك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابان، بابا من المشرق وبابا من المغرب، ولأنزلت الباب إلى الأرض حتى يدخلها الناس. من موقف احتجازه وبعد أن وقع بيد القوات الأمنية أواخر عام 2014 ويقينه بانتهاء دولة الخرافة المزعومة، يكشف الإرهابي حسام ناجي المكنى بالشيخ حسام زيف ادعاءات التنظيمات الإرهابية بجواز هدم القبور، حيث عد ناجي من أبرز شرعي التنظيم الذين اعتمد عليهم التنظيم في العديد من الفتاوى، ومنها كانت هدم المساجد والمقابر التي أفتى بها لإرضاء قيادات التنظيم والهالك البغدادي. فلا يجوز شرعا هدم المساجد لأنها بيوت الله تعالى الداعية إلى عبادته وإفراده جل وعلا، لقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سجل لنا القرآن خراب بيت المقدس الأول وخرابه الثاني، سجل في بداية سورة الإسراء، وكذلك سجل لنا القرآن ما قام به عرب مكة من صد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسجد الحرام، فأعابت عليهم الآية ما فعله الفريقان، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمسجد وقف، المسجد في نظر الفقهاء وقف، والوقف ليس ملكا لأحد.
نصب تنظيم داعش الإرهاب المكنى شفاء النعمة قاضيا فيما يسميها التنظيم بالمحكمة الشرعية التابعة له، وهناك عمل إلى جانب كل من الإرهابيين المقربين منه الإرهابي المكنى أبو أيوب العطار والإرهابي نظام الدين، إضافة إلى الإرهابي عبد الله المكنى أبو حميد. عملك بالقضاء لدى التنظيم داعش كم قاضي انتم من خلينا نقول محليين كنتوا؟ منو الاسامي اللي وياك كقضاة؟ كان هو القاضي من المحكمة عبد الله أبو عبد الحميد. عبد الله ابو حميد اللي هو كان مدرس كان مدرس عندنا عندك بالسابق. بعدين جابونا احنا مساعدين اللواء. منو انت؟ أنا وشيخ نظام وأبو أيوب. نظام الدين؟ نظام الدين وابو ايوب العطار. وأبو أيوب العطار. بعد سيطرة داعش الإجرامي على الموصل، حاول التنظيم تغيير المناهج الدراسية بما يتلائم مع تعليماته المتشددة، فكلف بذلك الإرهابي المكنى ذو القرنين الذي نصبه مسؤولا لما يسمى ديوان التعليم لعموم التنظيم. وبالفعل بدأ ذو القرنين جولته ليستعين ببعض قيادات التنظيم من العاملين سابقا في مجال التدريس والشرعيين وغيرهم، ومنهم الإرهابي شفاء النعمة الذي كان على تواصل مباشر مع الإرهاب المكنى ذو القرنين. وكانت فكرة التنظيم إلغاء دروس عديدة سواء في التعليم الابتدائي والثانوي أو في التعليم الجامعي، فضلا عن زج أفكار التنظيم في تلك المناهج، وركز في ذلك على مناهج الابتدائية التي ملئت بالأكاذيب وصور الأسلحة الرشاشة بهدف حقن الأفكار المتطرفة بعقول الأطفال. ذو القرنين هو كان مسؤول ديوان التعليم، كان يجتمع بينا ياخذ من عندنا الآراء بمسائل التعليم. بس كم مرة اجتمعت به؟ مرتين اجتمعنا. وين اجتمعتوا؟ بالمركز يجي عندنا. على المركز؟ بالجامعة. على الجامعة يجيك. ايه. ايش قد لقاءاتكم؟ ايش قد تطول؟ ايش ساعة تناقشون؟ زمان. من المناهج تناقش التدريسية؟ لا، كان ايش رايكم نغير المناهج ونفتح المدارس ونفتح الكليات، وكان يريد يفتح الكليات والمدارس والكلية بدل 4 سنين يعملها 2 من هذا الطريقة، وعمل المناهج مالته وتصليح المناهج، وأنه نراقب حتى إذا مسائل خطأ موجودة بالمناهج نقوم نصلحها. أكو بعض المناهج مثل الرسم وغيرها، وأكو بعض مسائل عقائدية مثلا اللي يقول الإنسان أصله قرد وأصله يعني كان خلية وأصله كان كذا. نصب تنظيم داعش الإجرامي بعد سيطرته على الموصل الإرهابي خالد علي الندى المكنى أبو مصطفى بيعات ما يسمى واليا شرعيا لمدينة الموصل، حيث كان من أبرز قيادات التنظيم في المدينة، حيث اتخذ جامع عمر الأسود في المدينة القديمة مقرا له، وبايع على يده جل عناصر التنظيم ما بعد حزيران 2014، حيث التقى بالإرهابي شفاء النعمة لمرات عديدة. كان في عندنا درس لإحدى الدورات الدينية، درس في أصول الفقه، وفجأة جاء عندنا زيارة رئيس ديوان التعليم اللي هو أبو المنذر، والنائب اللي هو وضاح البدراني، ومعهم أبو مصطفى بيعات، لأنه كانوا الطلاب معظمهم ما بايعين، وجو دخلوا للدرس وألقى أبو المنذر خطبة تحريضية للشباب على البيعة والدخول للتنظيم. تتميز محافظة نينوى عن غيرها من المحافظات بتنوع نسيجها الاجتماعي الذي يعد فسيفساء من أروع ما يكون، فهي تحوي بين ثناياها كل الديانات والقوميات والطوائف، سيما مناطق سهل نينوى شرقي الموصل وغربها وشمالها. لكن مع دخول داعش الإجرامي أفرغ المدينة من المسيحيين والأيزيدية والشبك والصابئة وغيرهم من الأقليات في المحافظة. ففي 20 من تموز 2014 أفرغت المدينة تماما من المسيحيين كخطوة أولية بعد أن أرهب التنظيم أبناء الأقلية المسيحية وهددهم بالذبح ومصادرة أملاكهم، وبالفعل هجروا
من مركز الموصل وسهل نينوى. ثم عمد التنظيم الإجرامي على مصادرة أملاكهم سواء منازل أو محال تجارية أو غيرها، وكتب عليها علامة نون. لما حدثت مشكلة المسيحيين بالموصل وخروجهم من الموصل، ديوان المساجد طلبوا منا الكلام فيها في مسألة المسيحيين، فخطبت خطبة عادية، وبعد الخطبة أخذت من أحد الكتب العهدة العمرية، فقلت أنا ما أذكر إلا ما يوجد في كتب الفقه، واستنسخت ما موجود في كتب الفقه العهدة العمرية اللي كان الاتفاق ما بين القسس في القدس لما دخل عمر بن الخطاب مدينة القدس، فاجتمع علماء النصارى وهم الذين وضعوا شروط العهدة والاتفاق الذي يكون بين المسيحيين وبين دولة الإسلام. فمن ذاك الوقت هذه العهدة العمرية هي المعمول بها، فقرأت العهدة العمرية للناس. ملخص العهدة العمرية أن الإسلام هو يحمي أهل الكتاب عموما، ومقابلها يدفعون الجزية ويبقون على ديانتهم ويبقون على عبادتهم، والإسلام مقابلها يحميهم ويأخذ منهم الجزية. ما بقى نصارى، كلهم طلعوا، والبيوت أخذت كلها. فيما جرى على المسيحيين في الموصل والأكاذيب التي ساقها التنظيم لتبرير عملية تهجيرهم، يتحدث الإرهاب المكنى بالشيخ حسام عن أكذوبة النصوص والفتاوى التي استند إليها التنظيم للدفع بارتكاب تلك الجريمة. ألم تعتصموا أكثر من سنة؟ بالله عليكم ما الذي قبضتموه؟ لا، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. المكان مدينة الفلوجة، الزمان أواخر عام 2013. يقف الإرهابي حسام ناجي المكنى الشيخ حسام على منبر جمعة أحد مساجد الفلوجة، محرضا أبناء المدينة على قتال القوات الأمنية. حينها لم يكن ناجي كاشفا عن انتمائه لداعش الإجرامي، لكن خبرت جميع هويته الحقيقية بعد سيطرة داعش الإجرامي على الفلوجة في 4 من كانون الأول عام 2014، ونصب ناجي مفتيا في الفلوجة. ومع سيطرة التنظيم الإجرامي على الموصل في 10 من حزيران عام 2014، كان الإرهابي المكنى الشيخ حسام من قيادات الصف الأول فيما يسمى بالإفتاء، فكان أحد مطلقي فتوى تفجير المساجد والمراقد المقدسة كالنبي يونس والنبي جرجيس والنبي شيت والشيخ فتحي وجامع الخضر وغيرها. بالنسبة للأقليات الإسلامية التي تكون تحت الحكم الإسلامي لها حكم الأمان العام، لها حكم الأمان العام، وطالما لها حكم الأمان العام فالأمان عاصم للمال وللدم، ولا يجوز الغدر بمن كان له الأمان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفتك مؤمن، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، والفتك هو الغدر بالعهد. عموما كل من كان ضمن الدائرة الإسلامية أو تسمى الفسيفساء الإسلامية يكون لها الأمان العام، يكون لها ما يسمى في المصطلح المعاصر المعايشة، وبالتالي يكون هذه عاصمة للدم، وعليه فلا يسفك لهم دم ولا يستباح لهم مال، ولا يجوز شرعا الغدر، لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. تنطبق عليهم العهد العمري أو الخطبة العمرية؟ العهد العمري هذا كان في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا كان في عهده. العهد العمرية لما أخذ من نصارى الشام، هذه العهد العمرية كانت في عهده. أما اليوم لا، يعني تقدر حتى تقدر أخذ الجزية بمقدار يعني العملة الحالية وليس بما سلف. يعني في 3 من آب عام 2014 شن تنظيم داعش الإجرامي هجوما على مناطق غرب نينوى، وتحديدا قضاء سنجار وناحية الشمال
وسنوني، حيث يتركز أبناء الطائفة الأيزيدية في تلك المناطق. ارتكب التنظيم الإجرامي جريمة العصر بعد أن نكل بأبناء تلك المناطق من الأيزيدية، فقتل الرجال والشبان واختطف النساء والأطفال. وكان يسكن مدينة سنجار أكثر من 200,000 أيزيدي، هجر غالبيتهم، فيما اختطف التنظيم أكثر من 6300 فرد منهم، حيث تم العثور على رفات أكثر من 1300 فرد وأكثر من 30 مقبرة جماعية في سنجار وحدها، هذا مع تدمير 68 مزارا دينيا تابعا للأيزيدية في تلك المناطق. هذا في وقت ما زال مصير أكثر من 3000 أيزيدي وأيزيدية مجهولا، بينهم أكثر من 1700 من النساء و1400 من الرجال. السبي أنا بينتها بإحدى الخطب، بينت أحكام السبي في الإسلام. والسبي الإسلام دين الوحيد الذي أعطى للسبي أمل بالحرية. فإذا الإنسان أقسم يمين يحتاج إلى كفارة يمين، يمكن أن يعتق رقبة، وجعل كثير من الأحكام يعتق رقبة، بل جعل من الصدقات من جملة مصارف الصدقات وفي الرقاب. ولما سبوا النساء ما جعلوا فرصة للإنسان أن يشتري ويطلق سراحهم، ما قبلوا هذا، وهذا حقيقة مخالف. إذا نطبق السبي نطبق الشرع بالكامل. فالشرع يقول السبايا أو العبيد يمكن أن نأخذ من الصدقات ومن أموال الزكاة ونشتري عبيد ونجعلهم أحرارا، أو الإنسان يتزوج امرأة مسبية بعد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها أو صداقها. فالإسلام جعل أبواب كثيرة للعتق، لكن الحقيقة هم سدوا باب العتق بالكامل، وهذا حقيقة مخالف للشرع. الإرهاب المكنى شيخ حسام يتحدث عن بطلان ما فعله التنظيم الإجرامي بالأيزيدية في نينوى، وكيف يرد هو رغم أنه كان مفتيا داخل التنظيم على كل ذلك. ما صار على الأيزيديات محرم شرعا ولا تسوى، لأنها من ضمن الأقليات الإسلامية التي تكون تحت نطاق المعايشة ضمن الدائرة الإسلامية. سابقا قلنا أن الدائرة الإسلامية الفسيفساء تجمع كثير من الأقليات والطوائف والشرائح ومن كافة القوميات، وعليه فتكون تحت ضمن نطاق ومبدأ المعايشة. وإن كان هذا المصطلح هو فقه معاصر، ولكن ترى هو محل اتفاق وقبول من فقهاء الشريعة المعاصرين عليه، فسبب الأيزيدات لا يصح. 29 من حزيران 2014 أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي المكنى أبو محمد العدناني عن إقامة دولة الوهم المزعومة عبر ظهوره في شريط فيديو مصور عند الحدود السورية العراقية، معلنا تقديم عناصر التنظيم البيعة للهالك إبراهيم بن عواد المكنى بالبغدادي. تزامن هذا الإعلان مع ظهور الهالك البغدادي علنا لأول مرة من جامع النور الكبير. في تلك الفترة أثار إعلان البغدادي خلافته المزعومة ردود فعل داخل الأوساط الدينية وحتى من داخل التنظيمات الأخرى كتنظيم القاعدة الإرهابي، سيما ما يتعلق ببيعة ما يسمى أهل الحل والعقد للبغدادي ومخالفتهم لشروط البيعة الشرعية. أراد تنظيم داعش الإجرامي من إعلانه الخلافة المزعومة استمالة متشددي العالم الذين دعاهم التنظيم للهجرة إلى العراق وسوريا والعيش في ظل حكم التنظيم، موهما إياهم بالعيش الرغيد وتطبيق حكم الشريعة الإسلامية التي شوهها التنظيم بسلوكياته وتعليماته المتشددة، وأن هذه هي فعلا دولة الخلافة التي بشر بها نبي الرحمة. وهذا ما يقر به الإرهابي شفاء النعمة ويصر عليه، فيما فند الإرهاب المكنى الشيخ حسام زيف موافقة شروط الخلافة وانطباقها على التنظيم وزعيمه. إقامة دولة الخلافة وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مشهور، قال: تكون الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يذهبها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة،
ما شاء الله لها أن تكون، ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله، ثم تعود الخلافة على منهاج النبوة كما كانت. ولهذا كل المسلمين كانوا ينتظرون من علامات الساعة عودة الخلافة على منهاج النبوة. شرعا إلا يكون الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الحكم المدني هذا حكم باجتهادات بشر، والبشر يصيبون ويخطئون. أما الحكم على المنهاج الكتاب والسنة هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. الخلافة أولا لها شروط أن يكون الإمام في محل قبول من أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم نخبة منتقات من كافة الأقطار والأمصار. عندئذ يكون هذا الشخص اللي هو الإمام محل قبول من عندها، وبخلاف ذلك لا يكون هذا الشخص إماما ولا يكون ما قام به دولة، وهذا أنت كما ترى هذا شرط مفقود، وعليه فلا كانت دولة ولا كان إمامها إماما لافتقاد هذا الشرط اللي هو افتقاد لوجود أهل الحل والعقد المنتقات المصطفات من قبل الأقطار والأمصار. هذا شرط أصلا مفقود يعني، وما كان متوفرا في هذا الحقيقة الحدث المستجد الذي شهدناه قبل سنين. قسم التنظيم الإجرامي الأراضي بشكل هزلي ومضحك لدارين، دار الإسلام والكفر، مكفرين كل المسلمين ممن يعيشون خارج الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، فيما منعوا أهالي المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم من الخروج منها بقوة السيف والترهيب. وهنا يفصل الإرهابي شفاء النعمة تلك التقسيمات بينما يرد ناجي. دار الإسلام ودار الكفر أول الأمر كان واضحة، أول القرون الستة، لأن كان البلاد اللي تفتح كانت تحكم بالإسلام دار إسلام، والبلاد اللي ما تفتح يحكمها الكفر كانت هي دار الكفر، إلى أن دخل المغول بغداد ودخلوا دمشق. حدثت مشكلة، هل هذه الديار بغداد ودمشق هي دار كفر أم هي دار إسلام؟ لأن هي لا تحكم بيد المغول، والمغول يحكمون بالكفر. فكان فتوى الإمام النووي رحمه الله أن هذه دار إسلام تحكم بغير الإسلام، تأخذ نص الحكم. هذه مسألة فقهية، ما تأخذ حكم دار الإسلام ولا دار الكفر، وهذه مسألة خلافية عند العلماء فصلها الإمام النووي وحسم بها. تعميم التكفير شيء خطير، وتكفيرهم لأهل السنة والجماعة هو كان من شعار الخوارج، الذين هم عند أهل السنة هم من أفسق الطوائف ومن أعتاها، ومن بما فيه من الغلو وحقيقة الخروج عن جادة الصواب. عليه فما قام فيه تنظيم داعش من تكفير أهل السنة والجماعة هو الخارجية بعينها وهو الغلو بعينه، وعليه فهي جماعة مسلوبة الغطاء الشرعي، لأنه لا يجوز الإقدام على هذا لما فيه من إقدامها على التكفير، وإقدامها على سفك الدم، وإقدامها على إهدار عصمة المال، وإقدامها على هدر الحرمات، وهذا في حد ذاته مزلق وأمر خطير ولا يجوز اعتباره شرعا من الملة الإسلامية. ذاق أبناء المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الويلات، وصلت حد تناول العائلة لوجبة واحدة في اليوم لشدة ضيق العيش وضنكه نتيجة أفعال التنظيم، ومنع الناس من مزاولة أعمالهم، فضلا عن القيود الكبيرة التي فرضها التنظيم على المدينة وإرغام المدنيين على عدم المغادرة منها، وهذا مناف لأبسط شروط إقامة الخلافة الإسلامية الحقيقية التي أساس مقصدها رخاء المسلمين وكل من يعيش في أراضيها.
خليفة المسلمين هو يعتبر الأب، أو رئيس الدولة يعتبر الأب لعامة الناس، ما لفئة معينة أو الجماعة اللي تقف معانا واللي ما تقف معانا. على مر التاريخ كانوا الخلفاء يراعون عام، بالعكس كانوا يراعون الفقير ويراعون المسكين ويراعون. هذه من الأخطاء الكبرى اللي أخطأوا بها، خلوا الناس ما يحبون. هذا الجوع اللي حدث واللي صار لأن ما اهتموا بعامة الناس. المفروض المسلمين نهتم بهم ونهتم للطعام الشعراوي. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمر الله تعالى بالعدل بين الرعية والإحسان إليهم في كافة الحقوق، سيما الطبقة الكادحة من البسطاء من المسلمين وغير المسلمين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فقد أمر الله تعالى بالقوامة بالقسط وبالعدل والإحسان والأمن ومعاملة الناس بالحسنى، وقول التي هي أحسن للتي هي أخشى. تنظيم الدولة الإسلامية فشل وأخفق في هذه الشيء، إذ لم يحقق هذه المقاصد الشرعية من نشر العدل والأمن والأمان وبسط الرخاء على رؤوس رعيته ومن كانوا تحته. سيما وقد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. فالأمن والإيمان مرتبطان، الأمن والإيمان مرتبطان. طالما يعني هناك إيمان فلا بد أن يكون أمن. أما إذا أن يكون إيمان وليس معه أمن فهذا الإيمان ليس بإيمان. يظن عناصر تنظيم داعش الإجرامي وغيره من التنظيمات الإرهابية أنهم سيفلتون من العقاب، لكن لا أحد يفلت من قبضة القانون. وها هو اليوم الإرهاب المكنى شفاء النعمة يجني ما زرعه من تكفير وتدمير عبر فتاويه الضالة، فحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.